صاحبك اللي بيفوت تمرينة الرجل ده لا مؤاخذة عيب. تمرينة الرجل ليها فوائد كتير قوي، ومن اهمها ان انت لو عايز تخس وبتتمرن رجل هتساعدك جدا عشان هي بتحرق سعرات حرارية كتير، لان انت بتستهلك فيها مجهود قد كده لانها نص الجسم. حسن ادائك الرياضي، لان المجهود اللي انت بتبذله في يوم الرجل ايا كان المجهود اللي انت هتبذله بعد كده يوم الرجل بيبقى اكبر، فبالتالي بعد كده كل التمارين اللي جايه بتلاقي ان انت بتتمرنها عادي ومجهودك فيها تمام جدا. حتى قلبك بيستفاد جدا من تمرينة الرجل. انت وبتتمرن تمرينة الرجل بتبقى بتتنفس بشكل كبير لان انت بتبذل مجهود كبير. العرق اللي انت شايفه ده عشان انا كنت بعمل تمرينة رجل، فهنا الهارت ريت بيبقى شغال بشكل كبير وده بيساعد جدا في صحه قلبك. الناس اللي عندها مشكله في ظهرها، ظهرك مش بس القطنيه هي اللي شايلاها، شايله الكور ماسل عضلات حزام الوزن، شايله البطن عضلات بطنك، شايله الجلوت، كل ده بيشيل ظهرك مع العضلات بتاعه القطنيه. فمش معنى انت بتتمرن قطنيه فانت كده ظهرك يبقى تمام، لا، انت لازم تتمرن رجل عشان كل الحاجات دي تبقى مأكتفه مع القطنيه، فبالتالي ظهرك ما يبقاش فيه مشاكل وما تتاثرش وما يحصلكش مشاكل في ظهرك. فالعجل اللي بيهرب من تمرينة الرجل ده برضو زي ما قلنا قبل كده ما تخرجش معاه تاني، ورمضان الجاي ما تاخدوش معاك في حته.